السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة. احلى تحية على فخاد الناس اللي كانت بتدعم في باتريون. الانترو دي اهداء الى محمد محمود اللي طلبها مخصوص على اليوتيوب. يلا بينا. يا جدعان فات كتير وما بقاش الا القليل. يلا بينا نبدأ أول فيديو لينا. ده أول فيديو لينا من وقت طويل جدا، وبإذن الله راجعين بنشتغل تقيل جدا وحاجات ان ديبث في كل اللينز. لو فعلا عاوز تتحسن في اللعبة الوسخة دي يبقى جيت المكان الصح. كل اللي عليك بس انك تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وشير علشان كل الناس تشوف العظمة اللي جاية دي وشغلنا ما يروحش هدر. يلا بينا. الأسبوع ده هنتكلم عن أكبر مشكلة بتواجه الناس في ليج، التوكسيستي. العادي إن وجود التوكسيستي في أي حاجة في حياتنا بيخلي متعتها تقل ويغير طعمها اللي كنا بنحبه، وبتخلينا مشغولين في العصبية ورمي شماعة اللوم على أي حد وأي حاجة، رغم إن أنت أكيد مش بتعمل كل حاجة بشكل بيرفكت. الموضوع ده تقيل جدا جدا وبيوصل ناس إنها تبقى متعصبة بزيادة وبتكره اللعبة جدا، وبكده بتتحول من حاجات بتعملها علشان تفكك من الحياة وتتهرب شوية من المشاغل لمصدر توتر ومشاكل جديدة. كم مرة عملت أقصى ما عندك وخسرت علشان الفريق وقعدت تشتمه على أي جروب أو حتى في الجيم نفسه؟ كم مرة من أول 5 دقايق في الجيم قلت جي علشان في حد مات مرتين أو 3 وقعدتوا تتخانقوا بقى وتشتموا بعض في الشات؟ ده في ناس يا ابني بتتعصب على أصحابها علشان غلطات أو جيم وحش اتلعب. المشكلة في كل ده إن أنت بتحط عقلك وتركيزك في حاجة تانية غير الجيم، أو ممكن تكون حريف بالتشامبيون جدا بس بتاخد قرارات ماكرو غلط، أو بتغلط غلطات هبلة مش بتغلطها في العادي علشان توترك الزايد والتوكسيستي. والمشاكل النفسية دي حقيقة مش بتقف على كده بس، علشان في مشاكل تانية كتير هنتكلم عنها، زي لعبك الزيادة من الرانكد والتلت وجلد الذات الزيادة عن اللازم والديوز، وأخيرا إزاي تهاف فن وتعمل لك دماغ حلوة وبوزيتيف وانت بتلعب. أول حاجة هنتكلم عنها هي مشكلة الخوف من إنك تلعب رانكد علشان الانكزايتي أو التوتر أو الهايبرة بمعنى أصح. الانكزايتي حاجة مضرة جدا، وهي ببساطة انك تقلق وتخاف على حاجات من غير ما تكون الحاجات دي بتخوف في العادي، زي انك مثلا تقعد وانت داخل جيم تقول هو انا لو لعبت وحش هتشتم؟ طب هو العيال اللي معايا دي حلوين ولا بهايم؟ ايه ده انا مش بحب العب قدام فيز؟ هو ليه الفريق الغبي ده ما عملش بان لتيمو؟ يا دين امي يا السوتاني، هو ده جيم برومو؟ كل دي حاجات بتشتت تركيزك وبتعمل لك انكزايتي وتوتر، واللي اعراضها وحشه جدا من ناحيه التركيز والراحه النفسيه بشكل عام، بتخليك مضغوط ومتوتر ولا اللي بيفك القنبله. ممكن تلاقي نفسك بتعرق اكتر، حاسس انك سخن، ضربات قلبك بتزيد، سيوله الدم بتزيد، الادرينالين بيطرطش، وممكن في الحالات الزايده ودي غالبا مش بتحصل في لول تبدا تترعش، ودي حصلت لي كذا مره انا كبهواشي في لول. خليني اقول لك ان في انكزايتي حلوه وانكزايتي وحشه، او توتر حلو وتوتر وحش، او هيبره حلوه وهيبره وحشه. في العادي علشان تلعب صح بتحتاج تركز في كذا حاجه، بتبص على الميني ماب، بتستنى الانمي يضرب السكيل معين، بتبص على الجانجلر بتاعك كل شويه، القرارات اللي انت وايه التريجر بتاعها. دي حاجات مقبوله وتعرف تتصرف فيها، فبالتالي بتديك انكزايتي او هيبره بتركيز انك تعمل حاجه صح وتلعب صح. الانكزايتي الزياده او الهايبره الزياده بقى اللي بتخليك تقلق من حاجات مالكش تحكم فيها، زي اللي بتحصل قبل الجيم، او بتخليك تقلق وتاخد قرارات مش في الجيم اصلا، زي انك تقعد تكتب في الشات او تسبام البنجات او ترد على الناس اللي بتشتم في الشات. كل ده بيشتت تركيزك وبيخليك متوتر، بيقلل الاحساس بتاعك بالجيم، وبيخليك ابطأ في التفكير واتخاذ القرارات وايجاد الديسيجن المناسب او القرار المناسب، وبالتالي تعمل حاجات غلط او ما تشوفش حاجات صح كنت هتقدر تعملها. لو مفيش انكزايتي او هايبره خالص دي برضو مشكله، لان ده معناه انك مش مركز. بص يا حبيبي، ليج لعبه تراي هاردنج بحته، ده ألف به فيها. لو انت مش بتلاقي متعة في ده يبقى مش هتتحسن فيها. ما تفهمنيش غلط لا سمح الله، انت مش لازم تكون بتحب او عاوز تعمل تراي هارد طول الوقت كل ما بتخش تلعب، لا، انت ممكن تلعب وتنبسط وتخش تترول مع اصحابك وكل حاجة، بس دايما الهدف من اللعبة انك علشان تتحسن لازم تبقى مركز وتغلط مرة واثنين وثلاثة وتفكر انت بتعمل ايه غلط
وتسأل وتعرف وتتعلم. اللي مش بيستمتع بالبروسيس دي هيواجه وقت أصعب في اللعبة، لأنه مش هيكون شايل هم أي حاجة ولا عامل حساب الوردات ولا الجنجلر ولا الماتش اب، وهيكون ماشي بنور الله تماما. علشان تقلل من الهايبرة أو التوتر ده، في شوية حاجات قبل الجيم تقدر تعملها علشان تغير من تفكيرك والطريقة اللي بتتعامل بيها مع الرانكد جيم. اول حاجه، ما تفكرش كتير في الجيم ده برومو ولا لا، طب لو خسرته هنزل. بلاش الاسئله الوجوديه دي. انت اكيد عارف انك بتلعب برومو وعارف انك هتلعب بالتشامبيون، انت عارفه كويس، بس مش محتاج تفضل تفكر في حاجات غير كده، زي مثلا يا ديني النبي ياسو اي دي سي في البرومو بتاعي اتشلفطنا يا معلم، وهكذا، وانت ادرى مني. تاني حاجة، حاول تاخد الجيم على انه وسيلة بتتحدى فيها نفسك انك تطبق اللي تعرفه واللي اتعلمته، مش تنافس بحت او سباق. بالطريقة دي تقدر تكون بتهاف فن وانت بتلعب رانكد ومركز، زي مثلا انك تحط جولز صغيرة واحدة واحدة في الجيم علشان تركز اكتر فيها، زي انك تعمل كومبو جديد اللي قعدت فترة تتعلمه، او انك كسبورت تتحدى نفسك انك تبعد الاي دي سي بتاعك عن فيورا ورنجار اللي ضدك مثلا. تالت حاجة، ما تقعدش تلحم وتحرق 20 جيم ورا بعض. حاول دايما تاخد لك راحه 10 دقايق كده ما بين كل جيم والتاني، تتفرج فيهم على ميمز او افتح لك الفيس او كلم الكراش بتاعتك او اي حاجه مختلفه عن اللعبه. قوم اتكلم واقعد مع اخواتك شويه، كلم حد من صحابك مثلا، كل واحد واللي بيحبه يعني مثلا، قوم طرطر يا سيدي، قوم طرطر يا حبيبي وادخل الحمام بدل ما يجي لك فشل كلوي. يعني انا دكتور وعارف انا بقول لك ايه، بلاش تزنق نفسك. علشان تصفي ذهنك من التوتر بتاع الجيم اللي فات وتبقى جاهز ومركز في جيم جديد، لانك لو ما عملتش كده وقعدت تلحم وتحرق جيمات ورا بعض هتلاقي نفسك مش مركز، وفي لسه مشاعر وافكار مترسبه في دماغك من الجيمات اللي فاتت لانك كنت لسه فيها وقعدت 30 او 40 دقيقه فيها، فبالتالي الفاصل الصغير ده مهم جدا. طبعا في حاجات ممكن تعملها وانت بتلعب علشان تخفف من التوتر والنيجاتيفيتي دي برضو، زي انك مثلا تقعد تكلم نفسك جوه الجيم علشان تتعلم. مش مجنون لا سمح الله، لا، انت بتراجع حساباتك، انت بتلعب علشان تتعلم مش علشان تكسب، لانك مستحيل تكسب 100% من الجيمات، وكون الجيم ده برومو او اخر جيم في الكلاش او حتى نهائي الورلدز مش هيغير حاجه. انت لو الوين ريت بتاعك 66% مثلا، يبقى انت بتخسر جيم واحد كل 3 جيمات، واخد بالك؟ 66%. وبالتالي لو انت بتلعب علشان تكسب وبتتوقع المكسب دايما، يبقى انت بتضايق نفسك على الفاضي. مره في جيم كل 3 جيمات رغم ان الوين ريت بتاعك حلو جدا. طب ليه كده يا دنايا؟ كلم نفسك واقعد قول انا هستنى مورجانا تضرب الكيو بتاعتها علشان اعمل فلاش منها واضربها الضربه الاخيره. حط مع نفسك خطه انت عاوز تلعب ازاي في الفايت دي. انا داخل على الاي دي سي اهو مركز عليه، الاول هضرب الدبليو وبعديها الف ولاش بالاي وهكذا. لما تعمل كده وتفكر انت كل مره بتموت ليه، ايه الغلط اللي انت عملته وايه الصح اللي الانمي عمله، وتقوله وتفهمه، هتفتكره في الفايت الجاي وهتتعلمه، علشان لو قعدت في الموقف ده بعد كده في نفس الجيم او جيمات تانية هتعرف تتصرف فيه صح. مش معنى كلامي ده اني بقول لك مثلا خد الشامبيونز انت ما تعرفهاش ولسه متفرج عليه وعارف هي بتلعب ازاي والعبها في الرانك ده علشان تتعلم. لا لا لا، الكلام ده لما توصل لمستوى كويس من فهم التشامبيون وانك تعرف تعمل الكومبوز بتاعته تلعب بيه حلو في كل مراحل الجيم، ساعتها هتبدأ تتعلم بعمق ضد ناس تانية، ضد ناس داخلة علشان تكسب بحاجات بتعرف تلعبها، لانك عمرك ما هتتعلم اي حاجه من النوبات او الترولات اللي بيكونوا في النورمال جيمز بعد مرحله معينه من اتقان الكومبوز والمايكروز بتاعه التشامبيون بتاعك. المشكله التانية هي التلت، والتلت هو احساس بيجيلك لما تخسر كتير او تموت اكتر من مره. ممكن كمان يجيلك علشان فريقك بيعمل حاجات غلط في اكتر من جيم ورا بعض، فبالتالي يا ضنايا انت بتخسر الجيم في دماغك قبل ما تخسره في اللعبه. التلت بيخليك تلعب بشكل اجريسيف جدا وغشيم علشان بتبقى مضغوط، انت عاوز تاخد ليد وتساعد الفريق اللي بيغلط، فالضغط ده بيخليك تاخد قرارات متسرعه واجريسيف مبنيه على الزعل والتوتر والضغط، بدل ما تكون مبنيه على خطه وتفكير، وهوبا تلاقي نفسك عملت فلاش فقلت لكس. ممكن تحصل لك من حاجات كتير، زي انك في اخر جيم مثلا لعبته كان معاك 3-18 ياسو، وانت في التشامبيون سيلكت لقيت واحد تاني معاك عاوز يلعب ياسو. رد فعلك دلوقتي هو رد فعلك وانت بتلعب، او ان الجيم اللي فات التوب لين كان مفيد جدا وانت داخل الجيم اللي بعده في الدقيقه 3 سمعت فيرست بلاد على التوب لين بتاعك، فتبدا تفكر شت هير وي جو اجين، يلا بينا هنلبس تاني. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ طيب الحل برضو في حل النقطة دي اللي فاتت، انك للأسف بتحط كل قيمة الجيم الرانكد في انك تكسب، فلو ما كسبتش يبقى انت اخدت احباط وما استفدتش اي حاجة. لكن لو انت داخل علشان تتعلم يبقى انت بتحط قيمة الجيم في انك تتعلم حتى لو خسرت،
يعني انك تحاول تلعب حلو جدا بناء على اللي انت اتعلمته، وتحاول تترجم ده في انك تاخد قرارات صح، وتساعد نفسك تاخد ليد، وتساعد الفريق لو حد عمل فيد او كان AFK حتى. الخسارة بتزعل برضه، بس لو انت مهتم بانك تتعلم وتتحسن وتفكر ايه الغلطات اللي عملتها وتشوف ازاي كنت تقدر تمنعها، يبقى الجيم الجاي لو وقعت في مشكلة قريبة هتبدأ تحاول تتعامل معاها بناء على خبرتك وتجربتك السابقة. ممكن تنجح من اول مرة، وممكن تعمل جيم اقرب شوية وتكون اقرب من الفوز، بس برضه تحصل حاجة تاني ساعتها بتعرف انك عملت الصح في اول نقطة، بس في غلطة تانية حصلت بعد كده وتشوف وتفهم ايه هي. للأسف الشديد جدا ناس كتيرة مش بتتفرج على الريبلايز بتاعتها علشان تتعلم من غلطاتها، وبيقولك يا عم هو انا فاضي، رغم ان المفروض اصلا كل مرة تموت تفكر ايه الغلط اللي انت عملته وتفضل فاكره علشان ما تغلطهوش تاني في الفايت الجاي. كفاية لحد كده، موضوعنا هيكمل الأسبوع ده إن شاء الله. خليكم دايما متابعين، وما تنسوش اللايك والسب والشير الكتير علشان اللي جاي فعلا تقيل. يلا سلام.